بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فيديو جديد. يعني حاجة حلوة، أكلة حلوة جدا وحرشة وكلنا بنحبها والولاد بيحبوها جدا. هنعمل لحمة شرايح بالبصل. بس يا ريت لو أول مرة تشوفيني تشتركي في القناة وتدوسي على زر الجرس وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. احنا هنحتاج لأكلتنا النهاردة اللحمة الشرايح اللي شفتوها دي. أنا جبت نص كيلو لحمة شرايح وبصل على قد ما تقدري بصل، لان الصوص بيطلع منها بيبقى في منتهى الجمال طبعا. وطبعا في ناس كتير قوي بتحب تحطه على المكرونه. فبدل ما تبقى مكرونه بالصلصه وجنبها اللحمه بالبصل، بتبقى الصوص ده بيتحط على المكرونه، فبيبقى طعمه حلو قوي قوي. وهنعمل جنبها بطاطس بوريه اللي هي يعني هنسلقها بس ونحط عليها معلقة سمنة كبيرة وملح وفلفل أسمر وبهارات بطاطس، وبتتقلب مع بعض، بتبقى في منتهى الجمال. طبق جانبي بيبقى في منتهى الجمال. أنا عندي يعني ولادي ساعات بيستغنوا عن البطاطس، عن عن المكرونة، وبيستخدموا البطاطس البوريه واللحمة الشرايح دي بتبقى حلوة قوي، اللحمة بالبصل. هنا نضفنا البصل. هما كانوا عندي 4 بطاطسات كبار. انت عايزة تكتري تمام، بس متقلليش عن كده علشان خاطر بيبقى فيها صوص، والصوص ده أحلى حاجة فيها بصراحة. هنا جبنا بعد ما قطعنا البصل وغسلناه، هنجيب طاسة ونحط فيها معلقتين سمنة كبار. عشان هو ده اللي هيعمل الصوص. يعني على قد ما تقدري تكتري السمنة اللي هتحطيها على مع البصل. معلقتين كبار انا حطيت سمنة بلدي. وانا بطلت طبعا السمنه زي ما قلت لكم المهدرجه والزبده، لان الدكتور اصلا منعني منها. وهي طبعا يعني تعبت قوي. يعني الدهون الثلاثيه والحاجات دي كلها بتبقى بسبب السمنه المهدرجه والحاجات دي. فانا صراحه استغنيت عنها وبقيت بجيب السمنه البلدي دي، وساعات بعمل بالقشطه. وبعد كده حطيت عليها بقى البصل. قطعنا البصل بقى شرايح جوايح يعني كده او دواير. بتكون متوسطة مش رفيعة قوي عشان ما تختفيش لبعد ما تستوي اللحمة، لان احنا بنقعد نسويها مع اللحمة. فبدل ما تختفي خالص بيبقى فيها برضو طعم البصل كده وشكله حلو. فبتبقى متوسطة كده، مش تخينة قوي ومش رفيعة قوي. ونحط شوية ملح وفلفل أسمر ونحطها على النار لحد ما البصل يدبل. البصل يعني مش يغمق ولا يبقى ني. يبقى أحسن إن هو يبقى غامق يدبل كده، بيبقى حلو قوي. وبعد كده بنغسل اللحمة وبحطها عليه. هي اللحمة بتبقى أصلا شرايح رفيعة، يعني مش بتحتاج سوا كتير. بس أنا بحب أسويها كتير لأن ولادي أصلا بيحبوا اللحمة يعني مهرية مش مستوية، فأنا بسويها كتير. بحطها على البصلة وأقلب فيها كده لحد ما اللحمة تغمق. اللحمة زي هتشوفوا واحدة من اللي أنا عملتها زي دي كده، الشريحة دي. بص اللون ده اللي كده تمام، اللي كده اللحمة هتبقى كلها باللون ده. وبعد كده نبتدي نحط عليها المية، لأن احنا لو حطينا عليها المية قبل كده بتعمل ريم كده بني وبتبقى وحشة قوي. فانت حاجتين يخلوا اللحمة الشرايح ما تعملش الريم البني ده والحاجات اللي بتبقى مفتلة كده، ان احنا نقلبها في السمنة كده لغاية ما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. وكمان نحط عليها المية اللي هنحطها عليها عشان السوا تكون مية سخنة. لو حطينا مية ساقعة برضو بتعمل نفس النتيجة بتاعت الريم البني ده، وبتبقى طعمها مش حلو خالص. فاحنا بنفضل نقلب كده في اللحمة لغاية ما كلها تاخد اللون ده من بره كده. وبعد كده بنسخن مية بالكتل او في اي حاجة وبنحطها عليها عشان خاطر تستوي بقى. وبنحط كمية المية، وبعد كده اما تنشف المية بنشوفها ندوقها تمام استوت خلاص. ما استوتش بنحط مية تاني برضو سخنة، ونفضل نحط في المية كده لغاية ما نوصل للسوى اللي احنا عايزينه. عشان خاطر شوف انتي ولادك بيحبوها ازاي. او زي ما انتوا شايفين كده هي كده خلاص خدت كل اللون. فبنحط لها بنزود لها ميه. دي الميه دي سخنه جايباها من الكتل. فطبعا بتعملش بقى لا ريمه من فوق ولا بني ولا اي حاجه. وبنحط طبعا شويه خل، عشان الخل ده بيساعد ان هي تستوي بسرعة. وكمان عشان لو في أي جراثيم مطرح تقطيع اللحمة أو أي حاجة بتروح. طبعا الخل ده ما بيبانش خالص
في الطعم، بس هو بيدي طعم حلو قوي وريحة جميلة قوي في اللحمة. وبس، وبنغطيها بقى كده ونسيبها تستوي على نار هادية أو على نار عالية أسفة لحد ما تستوي خالص. وزي ما قلت لكم كل شوية نزود المية السخنة. هنا بنجيب أنا جبت شوية لحمة مفرومة لأن عندي بنتي ما بتاكلش اللحمة الشرايح دي. فجبت شوية يعني ربع كيلو لحمة مفرومة، وعملت لها بصل وحطيت لها ملح وفلفل أسمر وبهارات لحمة، وبشرت فيها حتة ليا. أنا للأسف الحديد دي كلها متصورتش، مش عارفة، لقيت نفسي مش دايسة على الزرار بتاع تشغيل التصوير. وبعد كده صبعتها زي ما انتم شايفين كده، وحطيتها في صينية، وحطيتها في الفرن عادي على الشبكة لحد ما هي نزلت ميتها وشربتها تاني واستوت وبقت جميلة جدا، بتبقى طعمها زي الشوي وأحلى كمان، ومبتبقاش ناشفة وبتبقى حلوة قوي بجد. كفتة زي ما انتم شايفين دول ربع كيلو، ده على قد بنتي بس. واحنا هناكل طبعا اللحمة الشرايح دي. عملت جنبها بطاطس البوريدي، وعملت جنبها المكرونة. انا عملتها بالصلصة، لكن ابني بيحبها عليها الصوص بتاع اللحمة، تبقى طعمها حلو قوي قوي. وبعدين طبعا حطيت الحاجة على النار كده تمام. لميت بقى الحاجات اللي على الحوض اللي كانت مطرح ما عملت الأكل. أنا طبعا حكاية المواعين دي عاملة لي يعني جنين في دماغي، أكيد انتوا كلكم زي كده. أول ما ابتدي أطبخ أغسل المواعين، أول بقى في نص الأكل بعد ما أحط الأكل كله على النار أغسل المواعين. طول ما أنا بعمل الأكل أغسل أي حاجة تتعمل مني، تتوسخ مني. فبعد ما بخلص خالص بغسل. بيبقى بعد كده بعد الاكل مفيش عندي غير مواعين الاطباق والحاجه اللي كلنا فيها، ولو حله او حاجه فضيت بتبقى اسهل بكتير من انك تفضلي سايبه المواعين من اول ما تبتدي لحد ما تخلصي. بتبقى بقى بعد كده بتشوفي المطبخ كده بتبقي عايزه تسيبيه طبعا وتجري. فطبعا كده احلى، بيبقى الحاجات اللي فاضله كلها بسيطه بسيطه يعني. وطبعا اللي انا اعمله بقى، هنعمل النهارده عصير. انا كنت مخزنه مانجا. انا جبت المانجا، انا كنت الاول اقشرها واقطعها واحطها في علب واخزنها. دلوقتي طبعا لقيت الطريقه بتاعت ان انا اشيلها بحالها كده، بغسلها يا دوبك واحطها في اكياس بحالها بقشرها، اسهل بكتير واحلى يعني. انا دلوقتي بحطيتها، كنت جايبه اللي هي النعومي دي. انا بحبها قوي هي وصديقه صراحه يعني. بينزلوا بيجيبوا لحم كتير جدا، بيطلعوا منهم لحم كتير جدا، وبيبقى حلو قوي من العصير يعني. وطبعا المفضله عندنا هنا السكري دي يعني حاجه محدش يقدر يستغنى عنها، بس السكري تبقى طبعا للاكل يبقى احسن. اما بعمل عصير بعمل حاجات عايزه مثلا كنافه بالمانجا، اعمل تورته مثلا احط عليها كيكه احط عليها مانجا. دي بتبقى احلى باللي هي الصديقه او النعومي دي بصراحه. انا جبتها هي زي ما شايفين كده وهي لسه متلجه طبعا يا دوبك. انتوا شفتوا طبعا التلج الابيض اللي كان عليها، يا دوبك فكت سنه صغننه، مش فكت يعني، هديت شويه من التلاجة عشان خاطر بتبقى اول ما بتطلع ناشفه جدا. وبعد كده بنقشرها عادي، بتبقى سهله قوي في القشر، وبيطلع قشر رفيع ما فيهوش قطع مانجا ولا فيه اي حاجه، فبتبقى احلى طبعا بتتقشر بعد ما تتلج. وبعدين بنقطعها زي ما انتم شايفين كده، هي بتطلع منها يعني حته قطع كتير جدا. انا يعني اللي انتم شايفينها دي واحده، انا قسمتها على مرتين، عملت منها عصير المره دي واحنا 4 افراد، وعملت منها وشلت منها عمل عصير، يعني الواحده بتعمل لي مرتين عصير. وطبعا لو بتعملي تورته او بتعملي اي حاجه واحده بتبقى كفايه جدا انك تخلصي كل التورتايه، او تعملي تزيني كل الكيكه. وبس بعد كده حطيت بقى الحبه اللي انا قسمتهم في الخلاط، وحطيت عليهم سكر وميه طبعا، وضربتهم. انا بخليها تقيله، انا بحبها تقيله، وولادي برضو بيحبوا المانجا تقيله، فبتبقى حلوه قوي قوي. لو عايزاها قطع انت بتضربيها ضرب متقطع كده، متقطع متقطع، بس بتضربي الاول الميه مع السكر عشان السكر ي... يعني يدوب خالص في الميه، وبعدين بتحطي المانجا وتضربي بقى ايه متقطع متقطع، فتطلع لك المانجا قطع.
هنا طبعا اللحمة زي ما انتم شايفين كده بعد ما استوت، والله العظيم الصوص بتاعها ده بيبقى في منتهى الروعة. إذا كنت تحطيه على المكرونة أو تغمسيه بتبقى حلوة أوي. دي المكرونة بالصلصة بتاعتنا الجميلة، ودي اللحمة بالبصل منتهى الجمال وريحتها جميلة جدا، واللي هي البطاطس البوريه والمانجا الجميلة اللي احنا عملناها، وأكلة حلوة ومشبعة ومغذية ونضيفة. جربيها وهتعجبك أوي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.